انا مش عارف اعمل ايه في الزمالك دي. دوري الابطال طلع منه، كاس مصر طلع منه، كاس الرابطه طلع منه، حتى في ترتيب الدوري عايزك تنزل تشوفه، مش عارف المركز الخامس والرابع. انا مش عارف اقدم له فيها، اقدم له في دوره رمضانيه احسن ويلعب مع الناشئين. اقول لك تقدم له فين يا فالح؟ تقدم له مع فريق نسائي، يلعب مع فريق نسائي كده، عشان هم مش رجالي، مش رجالي. الجوليات ده بدل كاس الخشبه. هو انت جيت هنا لنص الاتحاد الافريقي والاتحاد المصري عارف ما تتكلم؟ نكسر لك خشمك واكسر رجليك داي وخليت لك رجليك، عارف نسمع صوتك بس عشان انا فين مكفيني من الزمالك، هفش غلي كله فيك. انا من نص الاتحاد الافريقي، انا لو من نص الاتحاد الافريقي ما كنتش لعبت نهائي دوري ابطال افريقيا في المغرب ضد الوداد. بعدين انا من نص الاتحاد المصري، ده الاتحاد المصري دي اكتر حد ضدي، ضد الاهلي، اكتر حد ضد الاهلي. خد خطاب دوري ابطال افريقيا عشان ما نستضافوهوش، عشان الاهلي ما ياخدش دوري ابطال افريقيا. لو من نص الاتحاد ما كانش عمل كده، كان كل حاجه رب طلباتنا. وانت ليك عين بعد الخماسيه بتاع الصن داونز تتكلم ولا سيبك من ده كله؟ انت كده كده هتجاب سموحه السنه اللي فاتت اديتها لك 3 ووسط 3، تتكلمش تاني بدل ما اكسر لك خشمك. يا ابني الاهلي اتهزم من صن داونز عشان كان مجهد. الاهلي لعب في الدوري، بعد كده راح كاس العالم، بعد كده رجع على دوري الابطال افريقيا، يعني الفريق خلصان خالص. على الاقل مش زيكم طالعين حصاله. وسيبك من ديته كله، سموحه مين يا ابني؟ سموحه مش هتاكل معانا وفزنا عليها 2-0. لكن انتوا المقاولون تعادلتوا معاهم وفاركوا اديتها لكم 3، والبنك الاهلي اللي لسه طالع امبارح، لسه طالع دلوقتي اداها لكم 3 برضه. ابين لكم من هنا بدل ما اموتك خالص، هكسر رجليك خالص وخرجت لك عينيك دايب رجليك. يلا قوم يلا، خلاص غور.